تعرف ان مؤلف كرتون ابل طلع مصري؟ دي محادثة معاه على الانستجرام، والراجل المحترم ده قال له اعتقد من مشاهدتي للكرتون انك من اصول مصرية، وهو رد عليه وقال له ايوه انا اتولدت في الاسكندرية بس كبرت وعايش في بريطانيا. المهم الراجل متواضع جدا لان الشات كمل والمؤلف كان بيرد على الرسائل، حتى انه قال له شكرا بالعربي، وقال له بالعربي بس مكتوب بالانجليزي، وبيقول كمان ان العربي بتاعه مكسر. المهم الشات اهو يا جماعة لو حابين تقرأوه. بس ايه رأيكم اعرض لكم بعض اللقطات اللي ليها علاقة بمصر، واكيد هيكون ليها علاقة بفلافل بما انه الشخصية المصرية في الكرتون. وبالمناسبة اللقطات اللي هعرضها لكم دلوقتي من النسخة الاصلية الانجليزية، زي الحلقة اللي لما فلافل دخل السجن. انا راجل في السجن، انا راجل في السجن، انا تعبان، انا غلبان، وكمان بقيت زهقان. Don't worry, Falafel. We'll have you out soon. والحلقة اللي كلف فيها فلافل ابل انهم يعملوا مهامه اليومية، ومن ضمنها انه يكلم امه، فبالتالي هم هيعملوا كده مكانه، وابل هيلبس زي فلافل، واونيون هيمسك له كتاب بيقرا منه مكتوب عليه جمل عربية. Call Mama. الو الهاتف. الو يا ماما. مش هتصدق اللي حصل لي النهارده. قولي. اشتريت المانجا بس كانت بايظ، رحت قلت له هات فلوس يا مجرم. واخدتي فلوسك؟ هقول لك اللي حصل اول حاجه. ماشي ماما، انا رايح فرح دلوقتي. اوكي باي. واللقطة الأخيرة مش محتاج أقول لك أي حاجة صراحة، يعني أنت شاهد بس. What the heck is Falafel doing down there? Go. Hello. Why are you screaming? I watch football World Cup. My team Egypt playing first match. Oh, go.